أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. حلقتنا النهارده مهمة كالعادة لأنها بعنوان كور نتوركينج بروتوكولز. هنبدأ بكلامنا عن بروتوكول الارب وبعدين الدي ان اس وبعدين الدي اتش سي بي بروتوكول. كنا اتكلمنا عنهم قبل كده في حلقة تي سي بي اي بي بروتوكول سويت، ولكن النهارده ان شاء الله هنتكلم عنهم بتفاصيل اكتر من الحلقة بتاعت التي سي بي اي بي بروتوكول سويت. فجهز كشكولك كالعادة والقلم الرصاص الروترينج علشان انا بحب الروترينج الصراحة، ويلا بينا نبدأ عشان حلقتنا مهمة كالعادة. ادرس ريزوليوشن بروتوكول الارب. دلوقتي احنا عندنا جهازين، جهاز A السورس عايز يبعت داتا لجهاز B الديستنيشن، فعشان جهاز A السورس يقدر يبعت الداتا دي فعلا لازم يكون عارف الماك ادرس بتاع الديستنيشن. بس للاسف السورس بي سي دايما بيكون عارف بس الاي بي ادرس بتاع الديستنيشن ومش بيكون عارف الماك ادرس بتاع الديستنيشن. فهنا بقى يجي دور الارب بروتوكول، الادرس ريزوليوشن بروتوكول، وده اللي بيخلينا نعرف الماك ادرس بتاع الديستنيشن ديفايس ويربطه بالاي بي ادرس بتاعه. الماك ادرس زي ما قلت قبل كده هو عباره عن فيزيكال ادرس بتاع الجهاز، وبيكون يونيك نمبر يعني مش بيتكرر، وبيكون خاص بكارت الشبكه اللي هو النتورك انترفيس كارد. فاي جهاز بيكون عايز يكلم اي جهاز تاني في شبكه لان لازم يكون معاه الماك ادرس بتاع الجهاز. فالاجهزه بتستخدم بروتوكول الارب عشان تقدر تحصل على الماك ادرس ده. طب ازاي بروتوكول الارب بيشتغل وازاي بيقدر يعرف الماك ادرس؟ لو مثلا عندنا 4 اجهزه A و B و C و D، والاربع اجهزه دول متوصلين بسويتش، والاجهزه دي ليها اي بي ادرس من 10001 لحد 10004. فهنفترض ان جهاز A عايز يكلم جهاز D، فجهاز A عارف الاي بي ادرس بتاع جهاز D، بس السويتش زي ما اتفقنا هو لاير 2 ديفايس، يعني بيفهم وبيستخدم الماك ادرس لكن مش بيطلع للاير 3 اللي هو فيه الاي بي ادرس. فعشان جهاز A يقدر يكلم جهاز D لازم يكون في طريقه يجيب بيها الماك ادرس. ده غير ان الاي بي ادرس بيقدر يحدد موقع جهاز في شبكه معينه، لكن الماك ادرس هو اللي بيحدد الجهاز ده فعلا وبيشاور عليه. فعشان جهاز A يقدر يحصل على الماك ادرس بتاع جهاز D هيبص الاول في حاجه عنده اسمها الارب كاش، ولو الماك ادرس الخاص بالاي بي ادرس بتاع جهاز دي اوريدي موجود في الارب كاش هيبقى الموضوع سهل قوي وعمليه الارسال هتتم على طول. لكن لو الماك ادرس مش موجود في الارب كاش ساعتها جهاز ايه هيبعت برودكاست مسج لكل الاجهزه اللي معاه في الشبكه ويسال مين صاحب الاي بي ادرس ده ويطلب منه يبعت له الماك ادرس بتاعه. فجهاز بي وجهاز سي لما يستلموا المسج هيقروها فهيلاقوه بيدور على الاي بي ادرس 10004، فطبعا ساعتها هيعملوا ديسكارد للمسج اكنها ما جاتلهمش. لكن طبعا جهاز دي اللي عنده نفس الاي بي ادرس ده لما تجيله المسج هيقبلها وهيرد بالماك ادرس بتاعه، وبمجرد ما جهاز ايه عرف الماك ادرس بتاع جهاز دي ساعتها هيقدروا يكلموا بعض، وجهاز ايه هيروح مخزن الماك ادرس ده بالاي بي ادرس بتاعه جوه الارب كاش فور فيوتشر يوز، عشان بعد كده لما نيجي نكلم جهاز دي اول لما يبص في الارب كاش هيلاقيه ومش هيحتاج يلف اللفه دي كده كلها. وطبعا ده بيعلي البرفورمانس جدا وبيقلل الترافيك. لو عايز تشوف الاجهزه اللي موجوده عندك في الارب كاش اول حاجه هتفتح السي ام دي وهتكتب الكوماند ده وتدوس انتر ارب سبيس داش ايه، وبعد ما تدوس انتر هتبص تلاقي يطلع لك الاي بي ادرس والفيزيكال ادرس اللي هو الماك ادرس والتايب ده بيعرفنا اذا كنا عرفنا الماك ادرس عن طريق بروتوكول الارب ولا لا. يعني مثلا في تاني حاجه كده بيقول لك دايناميك يعني obtained باي ارب بروتوكول، انما التايب التاني اللي هو الستاتيك معناها ان هي obtained مانوالي يعني احنا اللي مدخلينه. طيب هنتنقل لتاني توبيك معانا النهارده وهو الدومين نيم سيستم الدي ان اس. كنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الاجهزه بتقدر تعرف بعضها وتكلم بعضها في الانترنت عن طريق الاي بي ادرس، وطبعا مش بيقدروا يفهموا الهيومن لانجوج اللي هي اللغه بتاعتنا اللي احنا بنقدر نفهمها ونتعامل بيها. طب لو الاجهزه مش بتفهم الهيومن لانجوج ازاي بمجرد ما بكتب اي لينك موقع في متصفح كروم بيفتح معايا على طول مع اني مش عارف الاي بي ادرس بتاعه؟ ده بقى دور دي ان اس الدومين نيم سيستم، وهو يعتبر المترجم او الوسيط اللي بيننا وبين الكمبيوتر والويب براوزر. مثلا لو انت عايز تدخل على موقع جوجل اللي بيحصل انك بتفتح الويب براوزر وبتكتب فيه جوجل دوت كوم، فالدي ان اس هيترجم جوجل دوت كوم دي للغه اللي يقدر يفهمها الجهاز والويب براوزر اللي هي الاي بي ادرس، ويدي الاي بي ادرس ده للويب براوزر، فالبراوزر هيفهم اننا عايزين ناكسس الويب سايت بتاع جوجل دوت كوم، فهيتواصل مع سيرفر جوجل ويحمل محتويات الويب سايت على الكمبيوتر بتاعك سواء صور او تكست او HTML فايلز. فالدي ان اس هو اللي بيخليك تعرف تستخدم الانترنت وتتصفح المواقع بكل سهوله. طيب تعالوا نفهم الدي ان اس بيشتغل ازاي، بس في الاول خليني اقول لك يعني ايه دي ان اس سيرفرز. السيرفرز بشكل عام عباره عن اجهزه كمبيوتر بامكانيات عاليه جدا وبتقدر انها تخزن HTML فايلز او صور او فيديوز او جميع انواع الداتا، والسيرفرز دي بتشتغل مع بعض عشان توفر اي بي ادريسز للويب سايت اللي مطلوب
مطلوب من الويب براوزر. فعندنا 4 انواع من الدي ان اس سيرفر. اول نوع معانا هو الدي ان اس ريسولفر، وده اللي جاي من الانترنت سيرفيس بروفايدر، وهو اللي بيكونكت البراوزر اللي في جهازك بالدي ان اس نيم سيرفر. وتاني نوع عندنا هو الروت نيم سيرفر، ودول عباره عن 13 دي ان اس سيرفرز موجودين حوالين العالم كله، وكلهم نسخه طبق الاصل من بعض. يعني مثلا لما حد بيشتري دومين نيمز زي مثلا www.arabifed.com بيبتدي انه بيتحفظ على واحد من الروت سيرفرز دول، وبعدين بيسمع على باقي الروت سيرفرز كلهم. وتالت نوع معانا هو التي ال دي نيم سيرفر، اللي هو التوب ليفل دومين، وده بيخزن انفورميشن عن كل الدومينز اللي بتشترك في نفس الدومين اكستنشن. زي مثلا الدوت كوم تي ال دي نيم سيرفر، ده بيخزن كل المعلومات الخاصه بالمواقع اللي بتنتهي بالدوت كوم، ونفس الكلام برضه للدوت نت والدوت اورج وهكذا. نيجي بقى لاخر نوع معانا وهو الاوثوريتيف نيم سيرفر، وده بيخزن الاي بي ادرس بتاع الريكوستد ويب سايت، وكمان بيتاكد اذا كان اليوزر ليه حق للوصول للاي بي ده ولا لا. طيب تعالوا بقى نشوف الدي ان اس نفسه بيشتغل ازاي. لو انت مثلا عايز تدخل على موقع فيسبوك هتروح على البراوزر وتكتب www.facebook.com. زي ما اتفقنا البراوزر ملوش دعوه بالدومين، هو بس بيفهم الاي بي ادرس، فساعتها هيبعت الكيوري دي للاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم هيعمل فورورد للكيوري دي للدي ان اس ريسيرفر. يعني هيطلب من الدي ان اس ريسيرفر لو عنده الاي بي ادرس اللي تبع الدومين ده، فالدي ان اس ريسيرفر هيروح يدور في الكاش بتاعه ويشوف لو عنده فعلا الاي بي ادرس بتاع الويب سايت ده ولا لا. فطبعا لو فتحته قبل كده ساعتها هيكون متسجل في الكاش، والدي ان اس ريسيرفر هيبعت الاي بي ادرس والعمليه هتكون خلصت بسرعه. طب لو ما عندوش الاي بي ادرس بتاعه، في الحاله دي الكويري هتروح للروت نيم سيرفر، وساعتها الروت نيم سيرفر اول حاجه هيبص عليها هي الاكستنشن بتاعه الويب سايت ده، سواء دوت كوم او دوت نت او اي حاجه ثانيه، وعلى حسب الاكستنشن الروت نيم سيرفر هيبعت الاي بي ادرس بتاع التي ال دي نيم سيرفر الخاص بالاكستنشن ده للدي ان اس ريسيرفر. يعني في الحاله دي الاي بي ادرس بتاع دوت كوم تي ال دي نيم سيرفر هيروح للدي ان اس ريسيرفر، بعدين الدي ان اس ريسيرفر هيتواصل مع التي ال دي نيم سيرفر عشان يعرف الاي بي ادرس بتاع الاوثوريتيف نيم سيرفر اللي هو اوريدي بيكون متخزن جواه الاي بي ادرس بتاع الويب سايت اللي احنا عايزينه. واخيرا الاوثوريتيف نيم سيرفر هيبعت الاكزاكت اي بي ادرس بتاع facebook.com للدي ان اس ريسيرفر، والدي ان اس ريسيرفر هيخزن كل المعلومات دي في الكاش فور فيوتشر وورك، عشان لما تيجي تطلب نفس الويب سايت ده بعد كده ما يحتاجش يمر بكل المراحل دي. وطبعا هيبعت الاي بي ادرس للاوبريتنج سيستم بتاعك، والاوبريتنج سيستم بتاعك هيبعت الاي بي ادرس للويب براوزر، والويب براوزر هيتواصل مع الفيسبوك سيرفر عشان يلود ويحمل محتويات الصفحه. والعمليه دي كده كلها بتحصل في كل مره بنكتب فيها دومين او لينك معين لاول مره، وبعدين بتتخزن في الكاش. انا عارف ان الموضوع ده تقيل شويه، بس لازم تكون فاهمها كمهندس شبكات او لو عايز تكمل في مجال الشبكات. طب هل احنا نقدر نستغنى عن الدي ان اس؟ الاجابه اكيد لا، عشان من غير الدي ان اس لازم تكون عارف الاي بي ادرس بتاع الويب سايت اللي انت عايز تدخل عليه. زي مثلا جوجل دوت كوم، لو انت حافظ الاي بي بتاعه ساعتها هتقدر تدخل عليه بكل سهوله عن طريق انك تكتب الاي بي ادرس بتاعه في الويب براوزر، وفي الحاله دي الموقع هيفتح بدون تدخل الدي ان اس عشان انت جبت له من الاخر واديته الاي بي ادرس على طول. فطبعا عدد المواقع بيزيد كل يوم، فاكيد مستحيل انك تحفظ وتفتكر كل الارقام اللي بتكون في الاي بي ادرس، لكن اكيد الاسهل بكتير انك تحفظ الدومين نيمز. طيب هنتنقل لاخر توبيك معانا النهارده وهو دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول دي اتش سي بي. زي ما قلنا قبل كده مفيش جهاز ينفع يكونكت بالشبكه من غير ما نديله اي بي ادرس، فالاجهزه بتاخد اي بي ادرس اوتوماتيكلي عن طريق سيرفيس موجوده في الراوتر بتاعك اسمها دي اتش سي بي. فلما بنيجي نوزع عناوين اي بي لمجموعه اجهزه بيكون عندنا اختيارين، ممكن ندي ستاتيك اي بي او دايناميك اي بي. ستاتيك اي بي معناها ان هضطر ادخل على كل جهاز واظبط الاي بي سيتنجز مانوالي، زي ان اديله الاي بي ادرس والسبنت ماسك والديفولت جيت واي وكمان الدي ان اس، ولازم اتاكد اني ما اكررش اي اي بي فيهم في نفس الشبكه، عشان لو في جهازين ليهم نفس الاي بي ادرس ده هيعمل اي بي كونفليكت، وساعتها الجهازين مش هيتواصلوا مع بقيه الشبكه. فالطريقه دي هتنفع جدا مع عدد الاجهزه القليله، يعني لو مثلا عندي شبكه مكونه من 3 اجهزه هيبقى سهل جدا اني ادخل على كل جهاز فيهم واعمل الاي بي سيتنجز مانوالي. لكن لو مثلا عندي شبكه مكونه من 100 جهاز ساعتها بنلجا للدايناميك اي بي، وده معناه ان كل جهاز بياخد اي بي ادرس اوتوماتيكلي من الدي اتش سي بي سيرفر، وتقدر تعرف المعلومات دي من جهازك عن طريق انك تفتح السي ام دي وتكتب الكوماند ده ipconfig/all، وهتقدر تعرف ان كان الدي اتش سي بي انيبلد ولا لا، وبقيه الحاجات اللي قلت عليها كلها. وعمليه حصول الجهاز على الاي بي ادرس من الدي اتش سي بي سيرفر بنقول عليها تورا بروسيس، ودي عشان بتتكون من 4 خطوات اساسيه. واول خطوه معانا هي ديسكفر. لما بنيجي نوصل اي جهاز في الشبكه الجهاز مش بيكون معاه اي بي ادرس، فيعتبر الماك هو وسيله الاتصال الوحيده، وكمان الجهاز مش بيكون عنده اي معلومات عن الشبكه، فالجهاز بيبعت مسج برودكاست لكل الاجهزه اللي في الشبكه، والباكت دي بنسميها دي اتش سي بي ديسكفر. بيكون السورس اي بي ادرس بتاعها كله صفار، والديستنيشن اي بي ادرس هو بتاع البرودكاست اللي هو كله 255. وتاني خطوه معانا هي الدي اتش سي بي اوفر. لما الدي اتش سي بي سيرفر يجي له الباكت ده هيفهم ان في جهاز عايز ينضم للشبكه، فساعتها هيرد عليه بمسج فيها الاي بي ادرس والسبنت ماسك والليز تايم. وتالت خطوه هي الريكوست، ودي ان الجهاز يرد على الاوفر اللي جاله ويقول ان الدي اتش سي بي سيرفر انا هاخد الاي بي ادرس ده، ويبعت
بنبعت له الكلام ده في مسج، وده اللي بنقول عليه دي اتش سي بي ريكوست. واخر خطوه هي الدي اتش سي بي اكنولجمنت، ودي رساله تاكيد على تخصيص الاي بي ادرس للجهاز، وبيحصل فيها كونفيجريشن لكل الاي بي سيتنج عشان الجهاز يقدر يدخل على الانترنت، وكل ده طبعا بيحصل في وقت قليل جدا. والدي اتش سي بي سيرفيس بتكون اوريدي موجوده وراننج في الباك جراوند على جهازك، وتقدر تتاكد من ده من التاسك مانجر. طيب اي نتورك ادمنستريتور بيكونفيجر الدي اتش سي بي بحيث انه يوزع الاي بي ادرسز اللي في الشبكه في سكوب معين، بمعنى انه يكون في رينج معين من الاي بيز يقدر يوزعه وما يخرجش براه. مثلا السكوب ممكن يكون من 10001 ل 10050، وده معناه انه في السكوب ده يقدر يوزع 50 عنوان اي بي في خلال الرينج ده بس. والدي اتش سي بي سيرفر بيدي الجهاز اي بي ادرس لفتره معينه، يعني الاي بي ادرس مش بيكون دايما ثابت للجهاز، عشان كده بنقول انه بيأساين اي بي ادرس از ليز، يعني اكنه بيأجر الاي بي ده للجهاز طول ما هو في الشبكه. وليز تايم يعتبر هو مده الايجار، يعني الوقت اللي الجهاز بيقدر محتفظ فيه بالاي بي ادرس بتاعه. وبمجرد ما ينتهي الليز تايم الجهاز لازم يطلب من الدي اتش سي بي سيرفر انه يحدث الاي بي ادرس بتاعه. والدي اتش سي بي بيعمل كده عشان ما يخلصش عناوين الاي بي المسموحه في السكوب بتاعه. تعالوا ناخد مثال كده عشان نفهم الدنيا اكتر. تخيل معايا كده عندي دي اتش سي بي سيرفر والسكوب بتاعه من 10001 ل 10050، يعني يقدر يستحمل 5 اجهزه بس، وده اكيد مش موجود في الواقع عشان قليل جدا. تعالوا نفترض ان الاجهزه دي خدت الاي بي ادرس من الدي اتش سي بي، بس خدوه بالفعل ومش مأجرينه من الدي اتش سي بي، فساعتها الدي اتش سي بي هيكون وصل للحد الاقصى للعناوين الاي بي اللي يقدر يديها في السكوب ده. فساعتها لو الجهاز ده خرج من الشبكه هيمشي بالاي بي ادرس بتاعه، فلو جه بقى جهاز تاني مكانه عشان يدخل الشبكه مش هيعرف، عشان الدي اتش سي بي هيكون خلص كل عناوين الاي بي اللي عنده، ومش هيقدر يدي تاني مع ان هيكون في مكان ليه، بس الجهاز اللي خرج ده لسه محتفظ بالاي بي ادرس. ومن هنا بقى جت فكره الليزد اي بي ادرس. عشان كده في الاكزامبل اللي قدامكم ده الاي بي ادرس بيكون متاجر، والدي اتش سي بي سيرفر كل فتره بيبعت للاجهزه اللي واخده منه اي بي سيجنال عشان يتاكد انهم لسه فعلا موجودين في الشبكه. يعني في الاكزامبل ده لو الجهاز ده لسه ما رجعش للشبكه ساعتها الدي اتش سي بي هيستنى شويه، ولو ما جاش منه اي سيجنال هيكون معناه انه مش على الشبكه، فساعتها هيرجع عنوان الاي بي للاي بي ادرس بول اللي في الدي اتش سي بي عشان تقدر تستخدمه لاي جهاز تاني. طب لو افترضنا ان انت عايز جهازك يكون ليه دايما اي بي ادرس محدد في الشبكه، بحيث انك اول لما تكونكت في الشبكه الدي اتش سي بي سيرفر يديك نفس الاي بي ادرس، ساعتها بتعمل حاجه اسمها ادرس ريزرفيشن، بمعنى انك بتحجزه من الدي اتش سي بي بالماك ادرس بتاع جهازك. يعني لو انا مثلا عملت ريزرفيشن على الدي اتش سي بي سيرفر من جهازي، ساعتها الدي اتش سي بي سيرفر هيتعرف على الماك ادرس بتاع الجهاز وهيديله الاي بي ده كل مره يدخل فيها. وفي الغالب طبعا الريزرفيشن ده مش بيتعمل لاجهزه عاديه، لكن بيتعمل اكتر للنتورك برينترز والراوترز والسيرفرات، عشان الاجهزه دي لازم يكون ليها نفس الاي بي ادرس عشان نضمن استابيليتي احسن للشبكه، وهيساعدنا طبعا في الترابل شوت. طيب احنا كده خلصنا، واشوفكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس.